أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن شيء من طبيعة الحياة الروحية، وهو النمو المستمر. في آية لطيفة موجودة في إنجيل مرقس الرسول والقديس، بيشبه ملكوت السماوات بإنسان يلقي بذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. النبات دائما ينمو. إذا مررت على شجرة في الصباح تكون أكبر من هذا في المساء، باستمرار ينمو. والكتاب شبه الصديق بالشجرة التي تنمو. آية لطيفة قالها داود في المزمور، في مزمور 92 آية 12، بيقول الصديق كالنخلة يزهو، كالأرض في لبنان ينمو. عملية نمو مستمر. الذي يقف نموه في الحياة الروحية هو معرض للضياع ومعرض للرجوع إلى الوراء، زي عربية بتمشي بسرعة وبتتقدم لقدام. كل ما هي ماشية وبتتقدم لقدام الحرارة بتاعتها ماشية فيها. إذا وقف النمو تتعطل. هذا النمو وجدناه ظاهرا في أول الإنجيل في الحديث عن يوحنا المعمدان ثم عن المسيح. عن يوحنا المعمدان في لوقا 1:80 يقول أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. ينمو ويتقوى في الروح. إذا كان الإنسان لا ينمو في الروح معناها انه لا يعمل عملا روحيا، لان كل ما تعمل عمل روحي كل ما بتتعمق في محبة ربنا اكتر، كل ما تعرف ربنا اكتر، كل ما تنمو في الروح. والرسول مش بيطلب مجرد نمو عادي، ده بيطلب نمو سريع وقوي. بيقول اركضوا لكي تنالوا، يعني مش تمشي في طريق الروح، ده انت تركض، تجري بسرعة. يرفعون أجنحة كالنسور يطيرون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. الإنسان المؤمن هو إنسان يمتد إلى قدام باستمرار،
يمتد إلى قدام، كالمبدأ الذي قاله معلمنا بولس الرسول: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى قدام، أسعى نحو الغرض. بولس على كل ما وصل إليه من بر وتقوى ومعرفة ربنا يسوع المسيح وصعود إلى السماء الثالثة، ورأى أشياء لا ينطق بها، يقول: أيها الأخوة، لست أحسب أني قد أدركت أو نلت شيئا، ولكني أعمل شيء واحد: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. أسعى نحو الغرض، لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح. يبقى حياة الإيمان لا تتوقف إطلاقا، هي سعي مستمر نحو الله، هي ركود مستمر نحو الغرض، هي تقدم مستمر نحو اللانهائية. تتقدم لحد فين؟ لحد الكمال. لا يكفي انك تتوب، لا يكفي انك تعرف ربنا، لا يكفي انك تتقدم للنعمة، وانما تسعى نحو الكمال يوما بعد يوم. والمسيح نفسه قال كده: كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. اذا وقفت محلك يبقى مش هتنمو، يبقى مش هتمتد الى قدام، يبقى مش هتسعى نحو الغرب. وانا يوم قلت الناس عن آية مشهورة في أفسس 3:18 و19. شوفوا بولس الرسول بيقول ايه: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. طب كويس، المتأصلين ومتأسسين في المحبة دول مش محتاجين لحاجة. يقول ايه: حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. تمتلئوا الى كل ملء الله، يعني لا يكتفي انك انت تتعامل مع الروح او تسكن الروح داخلك، وانما يقول الرسول: امتلئوا بالروح. امتلئوا. عملية الامتلاء هي عملية نمو، وبعدين يقول: لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. المسيحية لا تدعوك فقط الى حياة القداسة، وانما تدعوك الى حياة الكمال. كونوا كاملين الى اي حد كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. يبقى مسألة نمو مستمر. هذا هو المبدأ الذي وضعه السيد المسيح للحياة الروحية باستمرار. لما جم يكلموه عن الحنطة والزوان وقالوا له نخلع الزوان، قال لهم: لا، لئلا تخلعوا معه الحنطة، دعوهما ينميان كلاهما معا الى يوم الحساب.
إذن لابد أن ينمو الإنسان إلى يوم الحساب. ينمو، دعوهما ينميان معا إلى يوم الحساب. ده العمل الطبيعي للحياة الروحية، ولا تعمله أنت وحدك، إنما روح الله يعمل معك. بولس لما تكلم عن نفسه وعن فينا، الواحد فينا غرس والثاني سقى، ولكن الله كان ينمي. إذن لابد ان يكون في نمو، وربنا هيشتغل معاك في عملية النمو دي، وقوة من الروح القدس يعطيك نموا. آفة الآفات في الحياة الروحية أن يقف نمو الإنسان. إذا وقف يدخله الفتور ويدخله الضعف ويدخله الكسل، وغالبا ما يرجع إلى الوراء. مفيش حد بيقف محله كده، لا بيطلع قدام لا بيرجع ورا. عايز الفتور لا يلحقك، عايز لا ترجع الى الوراء، عايز لا ترجع الى الخطية، استمر قدام بطريقة دائمة النمو، فلا يمكن ان تسقط، لان الذي يمتد الى قدام لا يسقط. ليه الانسان بيكون حار في الروح في اول توبته وبيفقد حرارته بعدين؟ بيكون حار في الروح في اول التوبة لان شاعر ان بعيد ربنا وبيتقدم نحو الله، وكل يوم يتقدم في المعرفة. وبعدين يجي له وقت يربط على كده، يقول كفاية، اهو عرف ربنا وعرف الصلاة وعرف الكنيسة وعرف الممارسات الروحية، يروح رابط على كده. اول ما يربط على كده يبتدي يضعف ويفتر ويفقد حرارته الاولى ويفقد محبته الاولى. ما يكفيش انك انت تعرف ربنا، لازم تنمو في معرفته. ما يكفيش انك انت تحب ربنا، لازم تنمو في محبته. لا يكفي انك انت تعرف الصلاة، انما ينبغي انك انت تنمو في الصلاة. لا يكفي انك تعرف الفضيلة والبر، انما ينبغي ان تنمو في هذه الفضيلة والبر. ده الكتاب المقدس بيقول كده. نحن نعجب حينما نجد أن ربنا يسوع المسيح حسب الجسد قد أخضع نفسه لهذا النمو أيضا، لقانون النمو. وقيل عنه في إنجيل لوقا: وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. كان يتقدم في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس. بل إنه أيضا أخضع ناموسه لهذا النمو، فقال: ما جئت لأنقض بل لأكمل، وكمل الناموس. وهذا النمو لم يكن فقط طبيعة الأفراد،
وإنما كان أيضا طبيعة الكنيسة الأولى، لكي يعطينا الكتاب درسا عن النمو في الخدمة والنمو في امتداد الملكوت. هذا النمو شرح المسيح بطريقة بسيطة كده لغاية ما وضح لآخر حدوده. قال لهم: تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. امتداد، اخدم في أورشليم ونسكت على كده تاخد اليهودية كلها، ونسكت على كده تاخد السامرة بتاعت الأعداء أيضا، ونسكت على كده وإلى أقصى الأرض. هذا النمو في الخدمة إلى أقصى الأرض. هذا النمو الذي لا يحد قال عنه أيضا في موضع آخر: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. للعالم أجمع وللخليقة كلها. يبقى الخدمة لا تقف عند حد، مفروض تنمو حتى تصل إلى الخليقة كلها، إلى العالم أجمع. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. جميع الأمم. يبقى ليه؟ يبقى الخدمة دي دائمة النمو. إنسان باستمرار في فصل ما بيزيدش يبقى الخدمة ما بتنموش. هو نفسه يقعد طول عمره في فصل يبقى الخدمة ما بتنموش. اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. شخص ينمو يكرز أولا في قطاع النفس من الداخل، في أورشليم من جوه، ثم يكرز في بيته: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. ثم يكرز للجيران والمعارف والأصحاب والزملاء والكل. ثم يصير خادما في كل مكان يحل فيه، وخدمته لا تعرف حدودا ولا تعرف قيودا ولا تقف عند حد، وكلمة الله لا تقيد. دي الطريقة اللي وجدناها من جهة النمو في الخدمة في الكنيسة الأولى. في الأول المسيح اختار 12، وبعدين سمعنا عن 70 رسولا، وبعدين سمعنا عن أكثر من 500 أخ ظهر لهم بعد القيامة. ما يزال هذا العدد باقي ساعة ما كتب السفر. وبعدين سمعنا عن 3000 في يوم 50، وعن 5000 عند شفاء الأعرج. وبعدين في أعمال 6 نلاقي كلمة جميلة بتقال: وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا. وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة ينضمون إلى الإيمان. وفي أعمال 19 يقول: كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. وبعدين يقول: كان عدد الكنائس يتزايد جدا. كنيسة نامية، كنيسة نامية، دي صفة من صفات الكنيسة الروحية، إنها كنيسة نامية.
وهكذا كانت الكنيسة في عصر الرسل تنمو وتزداد، وكلمة الرب تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، وعدد الكنائس يتزايد. بطبيعة الخدمة تنمو عددا وتنمو عمقا، تنمو في الكمية وتنمو في النوعية بمقياس الطول ومقياس العمق ومقياس العلو. لكي حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. هذا النمو. النمو الذي يقصده الكتاب هو نمو شامل. نمو ايه؟ شامل. يعني ايه نمو شامل؟ النمو الشامل هو الذي يحفظ التوازن في حياة الإنسان. يعني ايه يحفظ التوازن؟ يعني إنسان مثلا نموه هو نمو في المعرفة ووقف على كده، أول ما عرف ربنا بدأ يكون مكتبة، أول ما عرف ربنا بدأ يكون مكتبة، والمكتبة تنمو وعدد الكتب بيزيد ويزداد في المعرفة، ويقرأ 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 لغاية لما يبقى دائرة معارف لاهوتية وروحية وعقيدية وكله. وربما هذا النمو في المعرفة لا يقابل بنمو في الحياة الروحية. عقل بيكبر وروح لا تكبر بالمثل. مفيش توازن بين العقل والروح. عقل كبير 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 وروح مفيش حاجة خالص. وبعدين يقارن بين ما يعرفه وبين ما يعمله، فيجد أنه كلما ازداد علما ازداد غما. شعر فرق كبير بين العلم والتطبيق، بين ما يعرفه وبين ما هو فيه، بين ما يتكلم عنه ويشرحه للناس وبين ما يمارسه من روحيات. لا، لازم النمو يكون في الاثنين، نمو في المعرفة ونمو في العمل ونمو في التطبيق ونمو في الحياة الروحية. صدقوني الناس اللي بيقولوا آمن فقط دول نسوا إلى حد بعيد عنصر النمو. طب افرض انك انت آمنت، يعني النمو هو الإيمان ده لحظة وخلصت، ولا الإيمان حياة تنمو في الإيمان إلى غير حدود؟ ده الرسول بيقول له اؤمن يا رب أعن ضعف إيماني. أهو يؤمن لكن إيمانه ضعيف، عايز يتقوى في الإيمان. اؤمن أعن يا رب ضعف إيماني. ولذلك بولس الرسول كان يتكلم أيضا عن النمو في الإيمان، لأن الإيمان ده مش حاجة عرفتها مرة واحدة وخلصت على كده. بيقول في رسالته إلى تسالونيكي الثانية إصحاح 1 عدد 3:
ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الأخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. بيقول لهم احنا نشكر ربنا من جهتكم لأن إيمانكم بينمو ومحبتكم بتزداد. لكن يقول له آمن فقط. يعني ايه آمن فقط؟ يعني آمنت في وقت من الأوقات ووقفت على كده؟ ده أنا كل يوم بأؤمن وكل يوم باخد إيمان وكل يوم أزداد إيمان. لحد فين؟ إلى غير حدود. يعني ايه إلى غير حدود؟ طب الواحد اللي بيقول لك آمن فقط وخدت الإيمان وخلاص، طب أنا أسأل فيه السؤال. بيقول من كان له إيمان مثل حبة خردل يقول للجبل انتقل ينتقل. فأنت يا أخ وصل إيمانك لمستوى حبة الخردل ولا لسه بدري عليك؟ وإن كنت ما وصلتش إلى حبة الخردل يبقى يعني أنت مآمن بصحيح ولا إيه؟ ده بولس الرسول بيقول اختبروا أنفسكم، امتحنوا أنفسكم هل أنتم حقا في الإيمان؟ أنتم حقا في الإيمان؟ ده أنت ما وصلتش لحبة الخردل لغاية دلوقتي، لسه بدري عليك. لكن يقول أنا أخ مؤمن، على قدك، قل أعني يا رب ضعف إيمان. كل مرة تفتكر إنك أنت مؤمن، نصيحة ليك يعني، كل مرة تفتكر إنك أنت مؤمن تقول أعني يا رب ضعف إيماني، اعطيني إن إيماني يزداد. بكلمة آمن، كلمة آمن حتى لو آمن فقط، كلمة آمن لها معاني عميقة وواسعة وتمتد إلى غير حد. وآمن يعني مجرد عرفت اسم المسيح بآمن؟ مجرد عرفت اسم المسيح بتبقى آمنت؟ لسه بدري عليك لغاية لما توصل للخردل، وبعد الخردل ده لسه بدري، لسه السكة طويلة طويلة خالص بكل فضيلة. يعجبني القديس أرسانيوس الكبير لما كان يتكلم عن رهبنته كان يقول للآن لم أبدأ، للآن لم أبدأ، هبني يا رب أن أبدأ. يصلي إن ربنا يهب أن يبدأ، لسه ما ابتداش. الراجل القديس الذي صار أنفولة للناس، بيقولوا الناس من أقاصي الأرض يستفيدون من فضيلته ومن مثاليته، بيقول هبني يا رب أن أبدأ. ما أسهل أن يتكلم الناس عن الإيمان دون أن يدركوا ما معنى الإيمان، ما في الإيمان من عمق ومن علو ومن طول ومن عرض، وما معنى النمو في الإيمان، وما معنى الازدياد في الإيمان الذي تكلم عنه بولس في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي. المسيح بيقول من له يعطى فيزداد. من له ايه؟ يعطى فيزداد. ان كان لك ايمان اطلب ان تعطى فتزداد. لا تظن انك وصلت الى الايمان وانتهى الامر. دي كلمة الايمان دي كلمة كبيرة خالص،
انت لسه ما وصلتش لاعماقها. عارف امتى تشعر باعماقها؟ هديك اختبار بسيط في السكة عشان تشعر باعماق كلمة الايمان. الكتاب يقول ايه؟ يقول كل شيء مستطاع للمؤمن. طب انت كل شيء مستطاع ليك؟ ان كان مش كل شيء مستطاع يبقى انت لسه كلمة مؤمن دي كبيرة عليك شوية، او على الاقل مبتدئ في الايمان، والايمان عايز نمو وعايز ازدياد وليه قصة طويلة، قصة طويلة. هو بطرس الرسول لما مشي على المية ما كانش مؤمن؟ كان مؤمن، ايمان كبير، وطبت السكة وقام تاني وقصة طويلة. والايمان ده يعني واحد بيمشي على المية على طول؟ ما في مطبات في السكة وعايزة علاج وعايزة تقوية. ده كويس ان احنا بنصلي في القداس نقول احفظنا في ايمانك، احفظنا في ايمانك، ثبتنا في الايمان. الايمان عايز حفظ وعايز ثبات وعايز نمو، عايز حفظ وعايز ثبات وعايز نمو وعايز ادراك. في انسان ما بيدركش يعني ايه الايمان ده. اذا كل حاجة في الحياة الروحية تحتاج الى نمو، حتى الايمان ذاته يحتاج الى نمو. والمحبة تحتاج الى نمو. قد تظن انك انت انسان عندك محبة، ولكن محبتك لما تختبرها تحتاج لنمو. هل انت بتحب اعدائك مثلا؟ يعني ايه تحب اعدائك؟ يعني لو عدو شكته ابره ما تنامش الليل، مش عدوك تشكه سكينة حتى وتقول مستحق انه عادل. اشكرك يا رب انك انتقمت لي من اعدائي. والمحبة دي حاجة كبيرة دي. بالمحبة لا تطلب ما لنفسها. فهل انت بتطلب ما لنفسك ولا نفسك دي اتنست وراحت خالص وما فيش غير ربنا والناس؟ فين المحبة اللي انت فيها؟ ده برنامج طويل. لو تشوفوا كورنثوس الاولى 13 عن المحبة تلاقوا برنامج طويل. بعض من الناس الذين لا يريدون ان يحملوا نير المسيح يقول لك لا دي الوصايا طويلة وكتيرة واحنا مش قدها، ومنين ما الواحد يمسك الوصايا يلاقي نفسه خاطي. انت امن فقط وسيبك من الوصايا دي. لا، تأمن فقط وسيبك من الوصايا، دي خدعة شيطانية دي. وسيبك من الوصايا ليه؟ ده بيقول من يحبني يحفظ وصاياي. فإن كنت ما بتحفظش وصاياه تبقى ما بتحبوش، وإن كنت ما بتحبوش لا يمكن تخش ملكوت السماوات ده أبدا، لأن الله محبة. مفيش فيك المحبة يبقى مفيش فيك الله، يبقى راحت عليك. بيقول من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه، والذي لم يحب لم يعرفه. لما ما يعرفوش خالص يبقى ما يعرفش ربنا. ما دام الامر هكذا وما دام الطريق طويلا اذا ينبغي ان نسير فيه، نتقدم ولو خطوة.
المهم ان نتقدم. المزمور يقول ايه؟ طوباهم الذين في الطريق. كفاية انك ماشي في السكة، كفاية انك ماشي في السكة، ماشي ببطء، ماشي بسرعة، المهم انك تكون ماشي، المهم انك انت تتقدم، وكل ما تنمو تحسن درجة نموك، تحسن درجة نموك. مش زي تلميذ يقول انا بنمو، كنت 50%، اشكر الله بقيت 51، اشكر الله بقيت 54. ايه 54 دي؟ بتنمو لكن نمو زي قلته. لازم يكون نمو محسوس في الحياة الروحية. اركضوا لكي تنالوا، مش بس تمشي في الطريق، تركض بكل قوتك. بيقول كن امينا حتى الموت، يعني الامانة مش امانة عادية، امانة الى الموت. بالشكل ده اعطيك اكليل الحياة. الصلاة مثلا، انت عرفت تصلي ده كويس، لابد ان تنمو في الصلاة. تنمو في الصلاة من جهة الوقت ومن جهة العمق، من جهة الوقت اللي بتأديه لربنا ومن جهة نوعية الصلاة. طب اخر حدود الوقت في النمو ايه؟ اخر حدود الوقت في النمو صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، صلوا ولا تملوا. وصلت لدي؟ وصلت لدي؟ ان ما وصلتش يبقى مدام لسه فاضل عليك سكة، كمل المسيرة. وان كنت وصلت الى الصلاة كل حين، ان كنت وصلت للصلاة كل حين، هل وصلت الى الصلاة المملوءة حبا؟ هل وصلت الى الصلاة المملوءة ايمانا؟ هل وصلت الى الصلاة المملوءة خشوعا؟ هل وصلت الى الصلاة المملوءة فهما وتأملا وعمقا؟ هل وصلت الى الصلاة المملوءة صلة؟ دي القصة طويلة، ما دام طويلة يبقى لازم تمشي في السكة، يبقى لسه بدري عليك، لسه بدري عليك. انا فاكر لما دخلت الرهبنة في سمي رهبنة الاولى، كنت عامل يافطة كده حطيتها على الترابيزة اللي اقرا عليها. اليافطة دي كاتب فيها جملة عامية بتقول لسه بدري عليك. كل ما اقعد اقرا ولا كل ما اقعد اصلي ابص لليافطة واقول لسه بدري عليك. دي سكة طويلة احنا مشينا فيها، احنا بنضحك على روحنا. وكل ما الواحد يمشي خطوة يقول وصلت الحمد لله. سكة طويلة. طوباهم الذين في الطريق بلا عيب. هل وصلت للحب؟ هل وصلت للصلاة؟ هل وصلت للكمال في الخدمة بحيث حياتك كلها اصبحت خدمة؟ ده حتى الاعتراف عايز نمو، واحنا بنراعي دي. اول ما بيجي واحد بيعترف بيقول ما تيسر، يعني ما يقدر عليه في ذلك الحين، ويخجل يقول الباقي. ما بنزعلش منه، نسيبه لغاية لما ينمو، نسيبه لغاية لما ينمو.
لما ينمو يبقى كل شيء مكشوف. الحياة الروحية تحتاج إلى نمو مستمر، ولا يستطيع أن ينمو إلا الإنسان المتواضع. الإنسان المتواضع الذي يقول للآن لم أعمل شيئا، هبني يا رب أن أبدأ كما قال القديس أرسنس. لكن الإنسان اللي ظن أنه وصل يقول له أشكرك يا رب لأنك اخترتني منذ البدء لأنضم إلى زمرة القديسين. وصلت القديسين دلوقتي يا حبيبي. يستطيع أن ينمو الشخص اللي معتبر أنه لسه خاطي ومحتاج لتوبة، ده بينمو لأنه غير راضي عن وضعه، فعايز يصلح وضعه ويمتد إلى قدام. ده بولس الرسول كل ما وصل إليه رماه ورا وقال أنسى ما هو وراء ويمتد القدام. الحياة الروحية تحتاج إلى تواضع يشعر فيه الإنسان أنه لم يعمل شيئا، زي ما قال بولس الرسول: أيها الأخوة إني لست أحسب نفسي أنني أدركت أو نلت شيئا. إيه الكلمة دي؟ عايزكم تخشوا معايا في أعماقها. يعني إيه بولس الرسول الرجل العظيم اللي صعد للسماء الثالثة يقول أيها الأخوة لست أحسب أني قد أدركت أو نلت شيئا؟ طب قول أنا ما نلتش كل شيء لكن نلت شيء. لا ما نلتش شيء أبدا. ليه؟ لأن اللي فاضل لا يقاس باللي راح قبل كده، مفيش. زي واحد أنا مرة قلت الناس على الطريق الروحي زي إنسان بيطارد الأفق حيث تتلامس السماء والأرض في نظره. يبص كده يقول أيوة الأفق هناك عند الجبل اللي هناك، ويجري لحد الجبل. أول ما يوصل للجبل يقول لا ده الأفق هناك عند النهر. يوصل للنهر يقول لا ده الأفق هناك عند المحيط. ما فيش، قاعد يطارد الأفق وما بيوصلش. وتكلمه تقول له وصلت للأفق يا أخي؟ يقول لك لست أحسب أني قد أدركت أو نلت شيئا. المسافة اللي مشيتها دي مش حاجة إلى جوار الأفق. ويفتح له الله آفاقا وراء آفاق لكي يمتد إلى قدام. وكل ما يمشي يقول لست أحسب أني قد أدركت أو نلت شيئا. لذلك حرصت باستمرار ومستعد باستمرار، ويقول جهز نفسك باستمرار، السكة طويلة. مد وامشي بسرعة، السكة طويلة. يقول واحد في السكة يقول له آمن فقط ونام على كده. ينام على كده ازاي؟ ده حتى آمن فقط ده لسه بدري عليه ولسه ما أدركناهاش. لابد أن تنمو في المعرفة وتنمو في الإيمان وتنمو في المحبة وتنمو في النعمة وتنمو في البر وتنمو في الطاعة وتنمو في كل عمل صالح. الرسول قال لأهل كورنثوس تزدادوا في كل عمل صالح. بهذا تكون قد عرفت مبدأ الطريق إلى الوصول، ولا تقف عند حد
ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.